محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم واشرف داري. في اليمين محمد هاني، في الشمال يحيى عطيه الله. لا غبار على كده، مفيش احسن واجمل من كده. ممكن افضل في حته الدفاع دي ما بين اشرف داري وبيكهام. يمكن خط الدفاع هو اقل خط اللي انا ممكن ما تتلخبطش فيه او ما يكونش عندك حيره فيه. في وسط الملعب محمد علي بن رمضان، مروان عطيه، وامام عاشور. في اليمين طاهر محمد طاهر، في الشمال تريزيجيه. لو وسام ابو علي لو جاهز بنسبه 100%، مش جاهز يبقى جراد شار. انت بقى عندك بقى حيره في وسط الملعب بقى، هل تلعب بديانج؟ هل تلعب بحمدي فتحي؟ وخصوصا يا جماعه ان هو عندهم بدايه اللعب ابرز نقاط القوه الهجوميه لانتر ميامي عند سيرجيو بوسكيتس. يعني لما بنيجي نتكلم على بوسكيتس، دايما بوسكيتس بيسقط تحت عند فالكون وعند مارتينيز، الاثنين قلوب الدفاع. ودايما بوسكيتس هو المحوري، هو اللي بيبدا بقى يضرب الكرات الطويله بقى في ظهر المدافعين مع ميسي ما بيخش عمق الملعب. وبعدين في حاجه حلوه هتفيد النادي الاهلي، ان انتر ميامي اوقات كتير جدا في المباراه ممكن يبدا المباراه 4 2 3 1، يروح انتر ميامي ممكن اوقات كتيره جدا في المباراه زي ما بقول لك يقلب الطريقه ل 4 4 2، ان سواريز وميسي ما يرجعوش يدافعوا. فدي بتبقى ميزه للنادي الاهلي. لكن عندهم ميزه هجوميه قويه جدا، وظهر الضعف للاهلي في الماتش اللي فات في الهدف اللي احرزه باتشوكا. ان وسط الملعب والدفاع اتضربوا في باصتين اتنين بس. فدي نقطه هتكون صعبه جدا على النادي الاهلي يا جماعه، وانت هتلعب واحد من اعظم لعيبه الكوره. فانت عشان تقفل على ميسي، ما حدش يقنعني ان هو لاعب واحد يقفل على ميسي. ميسي لو فايق كل سنه وانت طيب. بصراحه انا بنتكلم بصراحه. فهتبقى نقطة إيجابية للنادي الأهلي لو عرف يقفل على بوسكيتس. عرفت إن أنت تحجم من خطورة بوسكيتس وما عرفش إن هو يستلم الكورة، هتبقى يعني في حد ذاتها حاجة طبعا قوية جدا. وعندهم الدفاع كارثة. يعني إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن شاء الله الأهلي يسجل هدف واثنين وثلاثة بإذن الله. لان الدفاع كارثه جدا، اللي بيلعبوا دفاع متقدم. وخاصه اللي عندهم مشكله في الكرات الثابته، عندهم مشكله في الكرات العرضيه. لا عندهم ان هم معظم لعيبه مدافعين انتر ميامي كسار القدم.